بدأت نجلاء تمارس الاختيار وتحقيق الذات تدريجياً. كانت قد قررت مخاصمة أفلام المرح والشباب حتى لا تكون صورة من سعاد حسني، وأيضاً مخاصمة الأفلام المسرفة في الرومانسية حتى لا تكون صورة من فاتن حمامة. ظهر هذا في فيلمين من أفلام أكتوبر، حين مثلت سنة 74 الوفاء العظيم، بدور، أدوار أنزلت نجلاء فيها الرومانسية من على وجه القمر حتى سطح الأرض. اتسع الحب ليشمل الحبيب وكل ما يحيطون به من البشر وأيضا الأشياء. أدوار صار فيها الوطن هو حبيب العمر كله، وتأتي لحظات التحول بالمعنى الدقيق على يد المخرج المتمرد دائما يوسف شاهين. التقت رغباتهما الفنية في فيلم اسكندرية ليه سنة 78، قصة تروي أياما في حياة مخرجها وحياة الوطن كله. رؤية نجلاء فتحي لمشوارها الفني بدأت أوضح، حققت على طريق الاختيار مكاسب أكبر. أصبحت بعد اسكندرية ليه صورة جديدة تماما للمرأة المصرية لم تعرفها السينما من قبل. لتوضيح هذا أذكركم ببعض أفلامها. عفوا أيها القانون سنة 85 إخراج إيناس الدغيدي. كانت في هذا الفيلم امرأة مختلفة تماما، جميلة أمينة مخلصة، تقف إلى جوار زوجها المريض نفسيا حتى يشفى تماما، وكافأها في النهاية بالخيانة. إذا اعتبرنا فيلم اسكندرية ليه نقطة تحول واضحة في حياة نجلاء فتحي، فإن هناك فيلما آخر قدمت فيه دورا مختلفا تماما عن كل ما قدمت. في هذا الفيلم أعطت ظهرها تماما للشقاوة والمرح وغرام المراهقات والمرأة الناضجة، وكأنها تقول للرومانسية القديمة: وداعا يا صديقتي. الفيلم هو المرأة الحديدية سنة 87 إخراج عبد اللطيف زكي. لعبت دور أرملة تبحث عن قتلة زوجها لتنتقم منهم، وكانت حتى في هذا الدور الغريب عليها جميلة ورقيقة وجذابة، يشع منها مشاعر الحب للحياة رغم الواقع المرير. والحق يقال إن فيلم المرأة الحديدية كان مرحلة في حياتها لا يمكن التقليل من أهميتها.